السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما وعجبكم. وصفاتنا مع بعض مكملين، وصفات اقتصادية وجميلة وسهلة. والنهاردة حبايب قلبي هنعمل مع بعض نوع حلويات جميل جدا جدا هتعجبكم ان شاء الله. الاولاد عايزين ياكلوا بسبوسة، فحبيت ان انا اشارك معاكم الوصفة اللي انا عملتها لهم النهاردة. هنسمي الله طبعا، نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الوصفة بتاعتنا. وطاسة كده على النار او حلة او اي حاجة تقدري ان انت تحمري فيها صينية البسبوسة على النار كده حبايب قلبي. وفي تقريبا كده حطيت انا 3 معالق من السمنة. لو عندك زبدة تقدري تضيفي، طبعا الزيت مستحبش اوي في الوصفة. السمنة بقى حطيت 3 معالق من السمنة، ونزلت بالدقيق السميط اللي هو نص كيلو من البسبوسة عليهم حبايب قلبي. كوباية صغيرة يعني خالص كده تقريبا كده، يعني لو بعدد المعالق هتكون 5 6 معالق كبار كده من السكر. وبدوبهم في قلب السميد زي ما انتوا شايفين كده لحد ما ياخدوا معايا اللون الذهبي الفاتح اللي انتوا شايفينه ده. ببدأ حبايب قلبي ايدي فيهم باستمرار بقى لحد ما يوصلوا معايا للون الذهبي دوت. بنزل عليهم بكوباية المج اللي هي العادية بتاعة الشاي ديت، تقريبا كده كوباية وربع بالظبط من المية. وببدأ بقى حبايب قلبي اضيف لهم كمان كوباية من الحليب اللي هو اللبن. وبقلبه كويس جدا جدا، وبضيف عليه كمان كيس من الفانيليا. وكده البسبوسة بتاعتنا بتكون خدت المكونات بتاعتها كلها وجاهزة معانا بقى ان احنا نقعد نقلب فيها كده لحد ما تاخد معانا القوام التقيل كده. هي المية اللي احنا حطيناها والحليب وكده مخليها مية، لا طبعا هنقعد نقلب فيها لحد ما تدينا السمك اللي انتوا شايفينه ده حبايب قلبي. في الوقت ده حبايب قلبي بجيب انا صينية بقى كده وجهزتها معايا، وبنزل بالخليط اللي انتوا شايفينه ده. البسبوسة اتعملت بطريقة سهلة جدا جدا، وضفتها في قلب الصينية كده زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، وبسويها كويس جدا بقى. وفي الوقت ده حبايب قلبي بقى الاولاد عايزين ياكلوها كده، بس انا كنت حابه ادخل لهم طبقه المهلبيه فيها يعني على وشها كده. فقلت لهم يستنوا يعني وكده، وهسيب البسبوسه معايا يعني شويه كده على جنب، بحيث ان هي تبرد بقى وتتماسك اكتر طبعا. واعمل لهم بقى طبقه الكريمه اللي هي المهلبيه. عندي كده كوبايه ونص من الحليب جبتهم، وحبيت ان انا اعمل لهم ايه، طبقة فوق البسبوسة. جبت الكوباية ده كوباية ونص من الحليب بالمج برضو بتاع الشاي حبايب قلبي. بضيف عليهم 3 معالق كده معالق من السكر، وعليهم على حسب رغبتك طبعا السكر، لان في ناس بتحب الحاجة الحلوة مسكرة قوي وفي ناس عادية كده. فانا حطيت 3 معالق من السكر، وعليهم معلقتين من النشا كبار، وعليهم باكو من الفانيليا. وبقلبهم كويس جدا جدا على البارد لحد ما النشا والسكر يدوبوا كده في بعض في الحليب. وكده بيكون جاهز معايا ان انا ارفعه على النار. بس بقى طبعا ايدي فيه باستمرار على النار حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده لحد ما يدينا السمك اللي هو الكريمي بتاع المهلبية اللي احنا بنعملها مع بعض على طول وعارفين سمكها. في الوقت ده حبايب قلبي بقى بتكون الكريمة بتاعتنا جاهزة وخلصت وسمكها جميل جدا. في الوقت ده حبايب قلبي بجيب بقى البسبوسة بتاعتي والصينية الجميلة ديت، واضيف في قلبها فوقها كده اللي هو المهلبية. المهلبية معمولة بطريقة سهلة جدا وجميلة جدا وكمان مغذية يعني حليب. تعالوا بقى حبايب قلبي، المفروض ان احنا كنا نسيبها تبرد شوية كده بحيث ان انا اقدر ادخلها التلاجة تهدى برضو معايا وتبقى سقعانة ومتماسكة كده. تمام حبايب قلبي. في الوقت ده بقى قبل ما ادخلها التلاجة، اي زواق عندك بقى عايزة تسيبيها سادة كده مفيش اي مشكلة حبايب قلبي. بس انا عايزة فضلا منكم طبعا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد حبايب قلبي. في الوقت ده حبايب قلبي انا ما حطيتهاش في التلاجة خالص، يعني سبتها كده تقريبا ان هي تهدى عشان ان انا اقدر ادخلها التلاجة
بس الأولاد كانوا واقفين وعايزين حتة منها، فما اقدرش طبعا ان انا اتأخر عليهم واحطها في التلاجة كمان ساعة علشان تشد نفسها كده وتجمد وتطلع معايا القطعة قطعتها كده، والطبقة اللي فوق تجمد معايا كده. قطعت لها منها طبعا وهي لسه ما اتحطتش في التلاجة، وزي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا، والبسبوسة بتاعتنا شكلها جميل جدا ومتماسك، والطبقة الكريمة اللي هي المهلبية برضه